السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب ما تحرمش منكم ولا من وجودكم ابدا في حياتي. وحشتوني 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 وكمان مرة وحشتوني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا انتوا وحشتوني جدا جدا، وانا غايبة عنكم بقالي فترة، وبقيت احس ان ما عادش فيه تفاعل. بس انا والله يا جماعة يعني ربنا اللي عالم بيا ان انا فاقدة الشغف بجد بجد. حاسة ان انا مفرهدة من الحر ومش قادرة اعمل اي حاجة، ولا قادرة ان انا انزل اي فيديوهات ولا كده. بس ايه، النهاردة قلنا نتجمع كده العيلة ونشوي اللي هو فراخ بقى ولحمة العيد. لميناها وقلنا نتجمع يعني وكده ونشوي ونعمل حفلة باربيكيو. قلت بقى ايه اشارككم، لازم اشارككم اليوم الجميل ده. طبعا لما ببقى في اي يوم انا ببقى مبسوطة فيه بحب اشارككم فيه. بحب قوي ان انا اشوي بنفسي، بستمتع اكتر بالشوي اكتر ما باكل والله. بس لو اول مره بقى تشوفوا قناتي، حطوا الاشتراك وحطوا اللايك وحطوا الكومنت كده الجميل، حسسوني ان انتم مفتقديني بجد بجد يا جماعه. يا رب ما تحرمش من كلامكم ولا من كلامكم الجميل اللي بيخلي لي كل طاقه ايجابيه كده. طبعا احنا بقى ايه، لمينا الفراخ، كل واحد جاب فراخ وكده. ولحمه ضاني طبعا. انا باكلش اللحمه الضاني غير مشويه. آه، كنا متبلين بقى التتبيله الجميله بتاعتنا ديت من قبلها بيوم. علشان تاخدي نتيجه كويسه لازم تتبلي التتبيله من قبلها بيوم. التتبيله اللي هي بصله وطماطم وتوابل فراخ، ولو عندك 7 بهارات ماشي، فص ثوم، شويه زيت، شويه ملح وفلفل اسود. وتضربي كل ده في الخلاط وتنزلي بالتتبيله، ولو في لبن رايب او علبه زبادي بتحطيها. طبعا رحنا اهوت وولعنا الفحم ونزلنا بقى ايه بالمشاوي الجميله بتاعتنا. اهم حاجه يا جماعه والله العظيم اللمه هي اللي بتبقى حلوه في كل حاجه. سيبك ان لو ان شاء الله تاكلوا عيش وجبنه، بس لمه العيله بجد بجد بتبقى حاجه تانية. والاستمتاع كده بالشوي، انا بحب قوي ان انا استمتع بالشوي. من هنا ازاي يا جماعه بجد بيستمتع بالشوي. يعني انا عندي ان انا اشوي وما اكلش والله. يا سلام بقى كده لو بصلايه تتشوى كده مع الفراخ الجميله دي، وقرن فلفل وطماطمايه كمان. التحابيش بقى الجميله دي، طبعا كنا عاملين سلطه الطحينه والسلطه البلدي والسلطه الخضراء، والسلطه اللي هي الحاره. علشان احنا عاملين كبسه وريتها لكم وعملتها لكم قبل كده، اللي هي الرز البسمتي يعني. طبعا كنا نقعين الرز برضو قبلها بشويه، وبعدين نزلنا بالبصله والتوابل والبهارات والحاجات الصحيحه، وبعدين نزلنا بقى بالرز وزودنا مي شوربه. اقصد شوربه، انا بحب ازود الرز شوربه. طبعا كنا عمالين نهوي بقى على الاكل بتاعنا الجميل اهوت، على المشاوي. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. الفراخ كانت مستويه وجوسي كده وطريه وجميله. علشان بجد يعني انت عاملاها بحب بجد وحاجه نظيفه. وانا بحب اشوي في البيت، اللي هو ادام عندي شوايه خلاص. لو مش عندك حتى شوايه ممكن بتتصرفي يعني. لو تجيبي صفيحه وتحطي فيها فحم هتشتغلي وهتظبطي الدنيا. اللي هو بس ايه، اللي هو تشوي انتي. طبعا الحته حر اليومين دول. انتوا عاملين ايه في الحر؟ انا هنا بقول لكم ان احنا خلاص بنستوي شويه وهنستوي كله بقى كوم. وحكايه قطع النور ده كوم بجد بجد والله. يعني بيتقطع عندنا بتاع 4 ساعات كده في اليوم، في اليوم كده 4 ساعات 5 ساعات. طبعا احنا هو زي ما انتوا شايفين. هنعمل ايه بقى؟ الحته حر واحنا راضيين بامرنا وخلاص. هنعمل ايه؟ يا ربنا يكون في عوننا والله العظيم. طبعا كنا بنقلب كل شويه الفراخ على كل جنب عشان تستوي كده على نار هاديه. طبعا انا بحط اللحمه في الاخر عشان ما تنشفش، عشان اللحمه ما بتاخدش سوا يعني، اللي هو ايه، بتنشف لما بتبقى على نار عاليه، بتنشف مش زي الفراخ. فبسيبها بقى ايه تتلدم كده وتستوي. يا جماعه بالله عليكم محتاجه دعمكم ومحتاجه تشجيعكم عشان ارجع تاني احس ان انا بعمل حاجه، وتحفزوني بكلامكم الجميل اللي انتم كنتوا بتقولوا لي ده. يلا مع السلامه.